السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب كلكم تكونوا في خير، يا رب كلكم تكونوا في احسن حال. وليد عبد المقصود ومجوهرات كاترين. وخلي بالك كتير جدا بشوف فيديوز عن المرجان الاسود واليسر، وناس كتيره ما شرحتش يعني ايه تخلي بالك، لان الكلاينت بياخد حاجه يسر وبيبقى فاكر ان هي يسر قديم بلدي، وممكن تبقى يسر تايواني جديد، ودي مشكله كبيره جدا. في فرق بين اليسر القديم وفي فرق بين اليسر الجديد، وفي فرق بين اليسر اللي متطعم مرجان احمر، وفي فرق بين اليسر اللي بيبقى متطعم فضه. لان حاجات كتيره جدا في المتطعمه فضه بتداري ديفو، بتشوف يسر بكميات كبيره جدا ولكن ممكن يكون مش يسر اصلي. خلي بالك من دي جدا، لان اليسر من اهم انواع السبح في العالم كله. قرب عليا عشان هفرجك على اليسر وتفاصيله وطريقته. خلي بالك، ده اليسر البلدي، ده اليسر البلدي، حاجه كده راقيه قوي. خلي بالك مش بمقاس البيز ومش بمقاس الحبايه، لان ممكن يبقى مقاسها كبير ولكن تايواني متطعمه بالفضه. دي برضو يسر ولكن يسر فيها ديفوهات متطعمه بالفضه، عشان كده مقاسها بيكون كبير وتايواني. ولكن دي ممكن يبقى مقاسها ناعم ولكن قديمه انتيك متطعمه بالمرجان الاحمر الاصلي. نخلي بالنا من دي جدا، لان الست حبايات المرجان دول ممكن يبقى ثمنهم اكبر بكتير من ثمن السبحه، فبيحطوها مرجان مش اصلي عشان خاطر تبقى سعرها كويس ويقدر يبيعها لك بسعر غالي. وبيكون المرجان، وبتشوف حالات كتيره جدا جايه لنا هنا اهوت معاها يسر تايواني. ده برضو يسر انتيك. نخلي بالنا جدا من المرجان وتفاسيره، ونخلي بالنا من اليسر الاسود اللي هو المرجان الاسود. دي برضو تايواني، نخلي بالنا من التايواني، ونخلي بالنا من اليسر الحجازي او اليسر البلدي، لان في فرق كبير جدا بين اليسر الانتيك الاصلي واليسر المضروب. دي مشكله كبيره جدا لازم الناس تاخد بالها منها. وليد عبد المقصود.